بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. بما أننا داخلين على عيد حبيب الكل قداسة البابا شنودة الثالث، هو كان أبونا وراعينا ولازال بيشفع فينا أمام عرش رب المجد يسوع المسيح، وهو شفيع قوي جدا وأب حنين لأنه عاش معانا وعارف مشاكلنا وعارف كل حياتنا. قلبه كان حنين جدا. بيحكي عنه الأنبا أنطوني حكاوي عجيبة جدا، وقد ايه بتبين ان البابا شنودة كان قلبه بيحس بكل ولاده، وازاي خلى الأنبا أنطوني ينزل 3 مرات عشان بس يطمن انه مفيش حد تحت عايزه، وهو يكون نسى يسلم على حد او يحل مشكلة حد. واحد تاني برضو يعني كان حابب يتبرع للبابا شنودة بحاجة ومعرفش يقابله، فالبابا شنودة حس بالروح لدرجة انه راح له وقال له كتر خيرك. شوفوا قال له كمان ايه وعمل معاه ايه. كل الحاجات هنعرفها بتفاصيلها وناخد بركة البابا شنودة النهاردة مع بعض. لكن في البداية ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو بتاع النهاردة عشان الكل ياخد بركة البابا شنودة، ولو حابين تسمعوا معجزات ما تنسوش تشتركوا في القناة. اما دلوقتي تعالوا مع بعض نعرف بعض مقتطفات ومواقف جميلة حصلت مع قداسة البابا شنودة الثالث بينه وبين نيافة الأنبا أنطوني. سيدنا الأنبا أنطوني بيحكي وبيقول إنه الموقف ده لا يمكن أنساه. هو كذا موقف بيني وبين البابا شنودة لما كنا في أمريكا تحديدا في نيويورك. سيدنا كان طول اليوم من الصبح بدري، كان عبارة عن بداية اليوم قداس وتدشين وبعديها ألقى عظة وبدأ يقابل الناس، وكانت المقابلات كتير جدا. في بعض منها جاي يسلم على البابا شنودة انه منتظرينه يجي، ولما جه كلهم عايزين يقابلوه. وفي ناس تانية كانت جاية محملة بمشاكل وكانت منتظرة سيدنا كان يسمعهم بطولة بال ويحل كل المشاكل بتاعتهم. وفي ناس تانية كان بتقابل البابا شنودة عندها تساؤلات في حاجات كتير، كان يجاوب ويرد على الأسئلة وكان مطول باله خالص. وكمان كان بيطمن على أمور الخدمة في كل الكنايس اللي كانت موجودة في نيويورك. كل ده وما كانش فطر ولا حتى لقمة في بقه. واليوم لدرجة انه عدت الساعة 6 مساء، وسيدنا قال كده خلاص مفيش اي حاجة تاني. قالوا لا يا سيدنا قداستك تروح يعني المقر عشان ترتاح وتاكل لقمة، انت من الصبح ما اكلتش حاجة. فقال لهم حاضر. اتحرك سيدنا وراح للمقر الإقامة بتاعته عشان يرتاح وياكل حاجة بسيطة يعني. وأول ما بدأ يقعد على السفرة اللي هيحط عليها الأكل وكده، قبل ما يحط أي لقمة في بقه سأل الأنبا أنطوني وقال له لسه في حد في الكنيسة عايز يقابلني؟ فرد عليه الأنبا أنطوني وقال له لا يا سيدنا الكل مشي. فرد عليه سيدنا البابا شنودة تاني وقال له طب لو سمحت شوف كده يمكن يكون في حد مستني. فأنبا أنطوني قال له حاضر يا سيدنا. طلع بره قعد يبص يمين شمال مفيش أي حد. رجع لسيدنا وقال له يا سيدنا مفيش حد. لكن البابا شنودة كان ربنا مديله شفافية، فقال له طب بصيت جوه الكنيسة؟ فقلت له لا يا سيدنا الأنوار مطفية يعني مفيش حد. قال له البابا شنودة هو مبتسم بابتسامته الجميلة هتعبك، روح شوف بنفسك جوه الكنيسة. فبيقول له حاضر يا سيدنا. بيقول رحت الكنيسة فتحت الباب وبصيت لقيت ست عجوزة قاعدة لوحدها في هدوء. قربت منها وسألتها أهلا يا أمي محتاجة حاجة؟ فقالت لي أنا مستنية ولادي يجوا ياخدوني، كنت جاية أحضر القداس واخد بركة سيدنا بس الزحمة منعتني أسلم عليه. فقال لها طيب يا أمي، ورجع تاني قداسة البابا وسيدنا كان منتظره. فقال له يعني انه لقيت ست وقالت كذا كذا. فقال لي بكل محبة البابا شنودة بنفسه قال له انا هروح لها واسلم عليها، لكن ما تخليهاش تجيلي
الست كبيرة ممكن رجلها تعباها، انا اللي هروح لها. طب البابا شنودة عارف كل ده ازاي؟ ربنا طبعا كان مديله روح الشفافية. برغم سيدنا الأنبا أنطوني بيقول إن رغم سيدنا البابا كانت رجليه بتوجعه جدا وكان بيعاني من مشاكل في الركبة، لكن طلع بنفسه للست وقابلها بكل حب واطمن عليها واداها بركة وهدايا، وسألها إذا كانت محتاجة حاجة يا بنتي تاني، فقالت له عايزاك تصلي لي، ركبتي بتوجعني وما بقدرش أطلع السلالم بسهولة. ساعتها الأنبا أنطوني قال في نفسه سيدنا عرف منين ده؟ قال لي ممكن تكون رجلها وجعاه. عرف منين ده؟ فعلا هي رجلها وجعاه. وبيقول سيدنا كان في الوقت ده بيعاني من نفس الألم، لكنه طلع السلالم عشانها وصللها وباركها، وبعدها رجع لمقره. بعد شوية حضرت العشاء لسيدنا، لكنه بكل أبوة قال لي ازاي اكل والست دي ممكن تكون من الصبح ما كلتش اي حاجة، لو سمحت روح اطمن عليها. رحت وسألتها يا امي اكلت حاجة؟ قالت لي لا يا ابني، من الصبح ما اكلتش، مستنية ولادي ييجوا. فرجعت بسرعة وحضرت ليها اكل، وبعدين رجعت لقداسة البابا وحطيت له الاكل. قلت له سيدنا صدقني اطمنت بنفسي ان هي بتاكل، نيابتك قداستك كل. ويعني بيقول انا ما كنتش يعني مصدق. بابا شنودة فعلا كان اب حنين بكل معنى الكلمة، مش بيستريح الا لما كل ولاده يرتاحوا، مش بيفكر في نفسه بقدر ما بيفكر في راحة غيره. كان راعي بمعنى الكلمة. ده كلام أنبا أنطوني عن سيدنا، يعني بيهتم بكل حد وبيبذل نفسه من أجل الكل. فعلا البابا شنودة كان إنجيل معاش. مش بس ديت الحاجة اللي كانت بين أنبا أنطوني وبين سيدنا البابا شنودة. سيدنا أيام ما كانوا اعتقلوه ودخل دير الأنبا بشوي وقضى فيه فترة طويلة. كان أنبا أنطوني هو الربيطة يعني هو اللي مسؤول عن البنى وكل حاجة في الدير يعني. ففي يوم من الأيام كانوا بيعملوا مباني في دير الأنبا بشوي، وخلاص بقى الطوب والأسمنت، الطوب موجود لكن الأسمنت خلص. فأنبا أنطوني قاعد مش عارف يعمل ايه، والموضوع كان وقتها بصعوبة يدخلوا أي حاجة الدير والكلام ده كله. فبابا شنودة معدي كده بيقول مالك يا ابونا فلان، تقريبا كان لسه اسمه ابونا اكسيوس. فقال له يا سيدنا الاسمنت خلص ومش عارفين نعمل ايه والعمال وقفوا وانا مش عارف اتصرف. فقال له بسيطة خالص، اطلب من ربنا. قال له سيدنا يعني اطلب وقداستك واقف يعني، اطلب لنا انت. فقال له حاضر من عيني. بص للسماء وقال له يا رب يسوع المسيح عايزين اسمنت لابونا اكسيوس. وجا بص له كده، ابونا اكسيوس عايز الاسمنت نوعه ايه؟ قال له تقريبا نوع اسمه بورلاندي او حاجة زي كده زمان يعني. فبابا شنودة بيكتب كأنه بيكتب جواب بالعصاية كده في السماء في على الهوا يعني، نوعه كذا. قال له عايز كام طن يا ابونا اكسيوس؟ جا قايل له، جا كاتب 8 طن. ومضى في الاخر شنودة الثالث. بيقول يعلم الله ما كملناش 10 دقايق ولا نص ساعة، ولقينا عربية عمالة تزمر على باب الدير. فتحنا، قالت احنا جايبين زي ما قال بالظبط 8 طن اسمنت. قال له نوعه ايه؟ قال له نفس النوع اللي هو كان طالبه. قال له اتفضل خش. فبيقول له سيدنا الاسمنت جه يا سيدنا. قال له انت بتطلب من ربنا القادر على كل شيء. قال له يا ريتني يا سيدنا قلت 20 طن. قال له يا ابني مفيش مستحيل عند ربنا. من ضمن الحاجات الجميلة قوي اللي البابا شنودة اشتهر بيها لجنة البر. لجنة البر دي كان بيعملها كل يوم خميس، وكان ينزل بالشنطة اللي فيها فلوس. كان مسميها شنطة الخمس خبزات والسمكتين اللي مهما تاخد منها ما بتنقص. لجنة البر دي كان يجيله مثلا اي حد من اخوة الرب، او مثلا حتى لو اسر بسيطة، مش لازم يكونوا من اخوة الرب، بس مثلا اسرة وجاي تجهيز بنت وطبعا مبالغ ضخمة وكده، فكانوا يروحوا يتقابلوا مع بابا شنودة في لجنة البر دي يعني. فبيقولوا كانت تجيله العروسة يسألها فاضلك ايه في الجهاز، يقولها دولت علشان الجهاز ودول عشان فستان الفرح
ويبص لأم العروسة يقول لها انت دولت علشان فستان فرحك، ويسأل العروسة ويقول لها انت عندك كام اخ واخت، تقول له كذا، يقول لها دولت علشان هدوم اخواتك لازم يجيبوا فساتين وبدل حلوة يحضروا بيها الفرح بتاعك. وده طبعا البنت بتكون يتيمة وكده. يفضل يقول لأم العروسة وده كمان علشان الأكل اللي هتاخديه للعروسة تاني يوم. فبيقول ما كانش ينسى أي حاجة، يذكر كل شيء ويدي فلوس بسخاء، لدرجة مرة كان في ايده فلوس، ففي واحد تجاسر وشد الفلوس من ايد سيدنا وجري، لدرجة ان ايد سيدنا اتعورت. فبيجروا علشان يمسكوه كده، فقال لهم سيبوه سيبوه، لما كانش محتاج ما كانش عمل الحركة دي، والتمس له العذر. رغم بعديها طبعا جابوا الشاب ده وقالوا له سيدنا قال كذا كذا، الشاب ده ندم جدا ورجع قال له انا اسف، انا موضوعي كذا. قال له يا ابني لو انت جيت وقلت لي عمر الاب ما يحرم ابنه من حاجة، انت ابني وانا ابوك، والفلوس دي بتاعت ابونا كلنا. وطبعا رضاه ومرضاش لا يعاقبه ولا رضى ان هو يشخط فيه ولا الكلام ده خالص. كان فعلا اب حنين. اخر ايام البابا شنودة كنا شايفينه تعبان جدا، وكنا متألمين جدا من اجل الامه وتعبه. وحتى اخر عظة سيدنا القاها كانت تقريبا 7 مارس، كان متألم الام شديدة، ويعني بكل محبة نزل وقال الوعظة الاخيرة بتاعته، وكانت بتتكلم تقريبا عن الحكمة. كان الناس طبعا شافت الفيديو ده وزعلت قوي، وكان سيدنا صراحة الكلى تعبانة والعمود الفقري فيه مرض الفردوس وحاجات كتير قوي يعني. ففي واحد كان عارف انه سيدنا تعبان والكلى بتاعته تعبانة، فقرر انه يسافر مخصوص للقاهرة ويتبرع بكليته لسيدنا. فالراجل فعلا راح القاهرة وراح الكاتدرائية، لكن معرفش خالص يوصل للبابا شنودة. رجع بيته زعلان قوي ومش عارف يعمل ايه يعني يوصله لسيدنا. الليلة دي الراجل نام، سيدنا جاله وقال له كتر خيرك يا ابني على محبتك، بس خلاص هي 3 ايام وانا مسافر خلاص. وفعلا بعد 3 ايام يوم 17 مارس سنة 2012 تنيح قداسة البابا شنودة الثالث، وهو دلوقتي في السماء بيشفع من اجلنا كلنا. مزاره جميل ومريح، وتخشوا المزار تحسوا برهبة وبركة. ويعني حتى التسجيلات اللي بيشغلوها بصوت البابا شنودة بتخلي الواحد يحس ان هو فعلا لسه موجود، ما سافرش ولا سابنا. بركة البابا شنودة تكون معانا كلنا. ملاك سيدنا اشفع فينا امام عرش رب المجد يسوع المسيح. ربنا يقبل صلواتنا ويعيننا كما اعانك، ويبارك فينا في ولادنا وفي حياتنا ببركة صلواتك يا سيدنا، وبركة صلوات الست العذراء مريم. اما سؤال النهاردة، البابا شنودة بطريرك رقم كام؟ اكتبوا لي الاجابات في التعليقات وانا برد على كل اجاباتكم. ربنا يفرح حياتكم.